السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم اليوم ميني بسبوسة بالشوكولات، كتجي رائعة بالمذاق ديال القهوة. عندي هنا غندير الخلاط، غندير فيه 2 بيضات، واحد القبيصة ديال الملح، واحد ساشي ديال الفاني، واحد نص كاس ديال سكر سنيده. ما نكثروش السكر لاننا غنديروا السيرو، غنديروا الكاناج حتى هو حلو. واحد نص كاس ديال الزيت، وواحد الكاس ديال العنبه، كاس صغير ديال اتاي ديال حليب بارد، واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو، صافي. وكنخلط، او من بعد ما تخلط ليا الخليط كنصبو في هذا الاناء، كنضيف ليه 2 كيسان ديال العنبه ديال السميده رقيقه، وواحد الساشي 8 غرام ديال خمارات الحلوى. هنا انا غادا نضيف واحد اضافه اختياريه، واحد 2 معالق كبار ديال العقده ديال اللوز، هذه اختياريه، اللي ما بغاهاش ما يديرهاش. انا غير عندي متوفره قلت نضيف هذه النكهه هذه. صافي وكنخلط مزيان. ها هنا كتشوفوا الخليط عندي جاري واحد شويه، غادا نخليه غادي يرتاح واحد 4 دقائق حتى ل 5 دقائق. هذيك السميده غادا تشرب، وغادي يعقد ليا الخليط واحد شويه. انا خديت القوالب الصغار، دهنتهم بالزبده ورشيتهم شويه ديال السميده، وكنبدا نوضع فيهم الخليط ديالي. ما كنعمرهمش بزاف، غير الثلثين، كنخليو فين غادا يطلع الخليط، لان فيهم الخميره. وبطبيعه الحال هنا الفران عندي مسخن على 180 درجه الفوق والتحت. كنعمرهم وكنوضعهم، كنديرهم في النصف التحتاني ديال الفران، وكنخليهم حتى كيطيبوا على خاطرهم. هنا غادي نوضع نصاوب واحد السيرو بما وجدوا لي الكيك ديالي. عندي واحد الكاس كبير ديال الماء طايب، واحد المعلقه ديال السكر سنيده، ومعلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان. غنخلطهم مزيان وغنوضعهم على النار غير بيد ما يذوب لي السكر، وكنحيدو. صافي هما وجدوا عندي، غادي نثقبهم مزيان هكا بفرشات باش داك السيرو كيدخل فيهم مزيان. وكنحاول نسقيهم بهذا السيرو ديال القهوه، حقيقه كيجيو لذاذ بهذا السيرو ديال القهوه، بديك النكهه ديال القهوه والنكهه ديال الشوكولات. كنسقيهم مزيان وكنخليهم يشربوا داك السيرو ديالهم ويبردوا على خاطرهم.
هنا غنصاوب واحد الكناش. عندي واحد الكاس كبير ديال الحليب بارد، صوب كناش ديال الشوكولاط. عندي معلقه كبيره ديال السكر سنيده، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو، ومعلقه كبيره ديال النشا مايزينا. كنخلطهم على البارد، كلشي كنخلطو على البارد وكنوضعهم على النار. هما هنا بعد ما سخنوا غنوضع عليهم واحد 4 المعالق ديال الشوكولاط، يكون من نوعيه جيده. كنبقى نحرك فيه حتى كيذوب داك الشوكولاط وسط هذاك الحليب سخون. وها الكناش عندي واجد. ما حدي وانا كنحركو هو كيعقاد وهو كياخد داك اللون ديال الشوكولا. صافي هنا كنكب داك الكناش على البسبوسه هنايا بعد ما بردات. وكنزين واحد شويه ديال عندي انا هنا لوز كونكاسي ولا لوز افيلي اولا شوكولاط ابيض. كتزينو باللي متوفر. هنا باش نكمل انا كنوريكم هنا الطراوه ديال هاد البسبوسه. كتجي رطبه وكتجي طريه. غنكمل هادوك اللي متبقيين ليا، غنكب عليهم داك الكناش. انا هاد الكناش والسيرو انا عطيتكم المقادير مضبوطه، ما شطط ليا حتى شي حاجه. هاد الخليط هذا عطاني 12 حبه ديال البسبوسه. وبطبيعه الحال كنديروهم في الثلاجه حتى كيبردوا مزيان. هما حتى كيبردوا مزيان وكيشربوا داك السيرو مزيان وداك الكناش وكيجيو لذاذ. عاد كنقدموهم باردين. ها هما بعد ما بردوا وبالصحه والراحه.